ازاي تخلي بيتك صحي ومحب للحياة؟ الإنسان مننا عبارة عن عقل وجسد وروح، ولازم يكون في بيوتنا الغذاء لعقولنا وأجسادنا وأرواحنا. والسؤال هنا هو ازاي هنقدر نحقق ده في تصميم بيتنا عشان نخليه صحي ومحب للحياة. الطبيعة واحدة من أهم العناصر اللي نقدر من خلالها نلبي جميع احتياجاتنا الذهنية والروحية، وأشهر طريقة عشان ندخل الطبيعة عندنا في البيت هو إننا ناخد منها حاجات بصورتها المباشرة، زي الزرع والنباتات والمية أو النار والحيوانات كمان، أو بطريقة غير مباشرة وهو إننا نعمل استحضار للطبيعة عندنا في البيت، وده من خلال الخامات الطبيعية أو الألوان أو عناصر في التصميم تكون مستوحاة من الطبيعة، أو نستلهم من أماكن في الطبيعة فايب معين أو تجربة مختلفة زي الغموض أو الملاذ والملجأ نقدر نطبقهم عندنا في البيت. ودي كانت الثلاث نقط الرئيسية للتصميم الحيوي أو التصميم المحب للحياة، واللي بيربط الطبيعة بجميع أشكالها عندنا في البيت. مش بس كده، ده بيعلي وضوح شخصية وروح الإنسان، وده بقى ده في تحسين الصحة وتعزيز الرفاهية عندنا في البيت. لو عايز تعرف أكتر عن التصميم الحيوي وإزاي تطبقه عندك في البيت، اعمل لايك وفولو واستنى الحلقات الجاية من البرنامج.